تناول رئيس الجمهورية لدى استقباله بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سير عمل عدد من المرافق العمومية وعدد من المظاهر غير الطبيعية كالانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء وعدم رفع الفضلات في عديد المناطق والاعتداء على المال العام وعلى المحيط وتعطيل إنجاز المشاريع بشتى أنواعها، والتي تشير بكل وضوح إلى أن من يقف خلفها يسعى إلى التنكيل بالمواطنين خدمة للوبيات وأذرعها. وشدد رئيس الجمهورية على أن للدولة التونسية الوسائل القانونية التي تتيح لها فرض احترام القانون ومحاسبة كل من يسعى إلى تعطيل السل العادي لدواليبها. كما اطلع رئيس الجمهورية على تقدم مسار إعادة هيكلة عديد المؤسسات داخل الدولة بما يحفظ المال العام إلى جانب فتح آفاق أرحب للشباب، فالوطنية والعطاء والنضال هي المقاييس الأولى في الاختيار، أما من هو جالس وكأنه في قاعة انتظار أو جالس على مقعدين فلا حاجة للدولة التونسية به.